احنا عايزين النهارده نتكلم في كذا حاجة وكذا حاجة تمام. مهمة. زي ايه طيب؟ عايزين نتكلم احنا ليه بنخاف نقول لأ، وتقول لنا ليه بقى إيه السبب، وعايزين نتكلم ازاي ما نكونش مضمونين. تمام. هو مبدئيا، احنا ليه بنخاف نقول لا؟ هو الانسان عامه في الطبيعه لما يقول لحد لا، مخه بيترجم ان الموضوع ده خطر عليه، او اللوزه الدماغيه بصفه عامه بتشتغل بطريقه ديناميكيه اننا لما اقول لحد لا يبقى خوف ان نخسر العلاقه دي، بالذات لما يكون حد قريب مني. فالسبب هنا عامل اساسي هو الخوف. تاني حاجه ان هو مترباش على كده من طفوله، فده بيأثر برضه عليه لما بيوصل لسن معين ان هو ما يقدرش يقول لا. يعني انا لو ما اتعلمتش. انت قصدك ان هو ما ترباش من زمان ان هو يقول لأ، يعني ما كانش عنده الاوبشن ان هو الاوبشن يقول ده لا. ان هو يقول لأ. تمام ده فهمت. تقريبا بيجي نتيجة برضو إن الأب بيكون شديد شوية مع الأطفال، ايوه فبالتالي ما بيعرفش إن هما يقفوا قدامه يقولوا لأ مثلا على حاجة صح أو غلط هو بيعملها. فبالتالي المخ بيترجم إن هو أنا مش هينفع أقول لأ قدامي. ايوه فبالتالي بيبدأ ينتج عنه مع الوقت في المستقبل أقابل ناس أحبهم أتعلق بيهم، فيبقى زيهم مثلا مكانة قريبة من زي مكان البابا مثلا، عشان إحنا الاتنين بحبهم وبحب بابا في نفس الوقت. فالمخ بيترجم إن نفس العلاقة دي هي نفس العلاقة دي، ففي نفس الوقت ما بيخاف يقول لأ. ده سبب من الأسباب، في أسباب تانية كتير طبعا. ايوه تمام. في سبب تاني برضه ممكن يكون الشخص حصل له موقف قبل كده أذى، أو إنك قاعد مع حد توكسيك قبل كده في العلاقات عامة، وده سبب له المشكلة دي إن هو مش عارف يقول لحد تاني لأ عشان خايف يحصل نفس الخسارة مرة كمان. يعني احنا بيبقى خوف من الخسارة، يعني في اوبشن كمان ان احنا بنخاف من الخسارة، مش بس بالظبط. ان احنا منبقاش قادرين نقول لا. لا بالظبط، ما هو الخوف من الخسارة دوت بيبقى الأغلبية مع الشباب حاليا، ايوه وتحديدا البنات، لأن البنات عندهم نسبة خوف أعلى بكتير أوي من الشباب. ليه بقى؟ لأن البنت حاليا في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه مش متعودة إنها تاخد تجارب كتير، مش ايوه متعودة إنها تنزل كتير، مش متعودة إنها تاخد نفس الإكسبيرينس اللي الشباب بياخدوها. فالموضوع بيبقى مختلف معاهم. تيجي البنت مش هتبقى عارفة إنها تاخد نفس الأوبشن اللي الراجل بياخده. يعني ممكن الراجل ينزل الساعة 1 2 بالليل عادي، ممكن